خلاص العيد فاضل عليه كام يوم. عارفه طبعا انت هتعملي ايه بالظبط؟ هو ده، هتروح العبد او اتوال وتجيبي شويه كحك او غريبه او بسكوت وتزودي نفسك دهون اكتر واكتر. الكحك اهو اتعمل، جهزت كل حاجه وزودت له السمنه عشان ياما في العيد. وتخرجي من شهر رمضان زي ذلك حوالي 15 كيلو، والاربع ايام بتوع العيد حوالي 10 كيلو كمان. ولا ايه رايك نقفلهم 30 كلهم؟ سيب الكحك اللي في ايدك ده يا هاني. ركزي معايا كده عشان اقول لك ازاي تلحقي نفسك. الكحك والغريبه والبيتيفور والبسكويت كل دول معمولين من 4 مكونات اساسيه: دقيق ابيض، سكر ابيض، دهون بقى سواء زبده او سمنه بلدي، واحيانا بيبقى فيه مكسرات او ملبن. معنى كده ان 50 جرام كحك فيهم من 200 ل 300 سعر حراري، ومن 12 ل 18 جرام دهون، ومن 20 ل 30 جرام كربوهيدرات. انتوا متخيلين الارقام دي كلها عامله ازاي؟ 50 جرام كحك يعني تقريبا كحكايتين 2 بس. خدي عندك بقى البيتيفور حته صغيره منه فيها تقريبا نص السعرات الموجوده في الكحك، والبسكوت نفس الكلام، والغريبه نفس الموال. يعني من الاخر طبق صغير كده مشكل فيه بسكوتين مع غريبه واحده مع بيتيفورايه مع كحكايتين هيعدوا ال1000 سعر حراري بسهوله. والدقيق الابيض اللي معمول منه الاكل ده ليه مؤشر جلايسيمي عالي، وده معناه انه بيرفع نسبه السكر في الدم بسرعه، وساعتها اللي بيحصل ان البنكرياس بيفرز كميه انسولين كبيره والسكر ينزل بسرعه فيحصل تعب وخمول، وده اسمه هبوط في السكر تفاعلي. وكمان ضيف على ده ان الانسولين لما يزيد في الجسم بيمنع حرق الدهون وبيشجع الجسم زياده انه يخزنه. يعني لو اكلت كحك وانت كمان ما بتتحركيش من البيت بما انك ما بتحبيش الخروج في العيد والزحمه، جسمك هيخزن الدهون دي بشكل مباشر. الكحك بقى بيكون فيه دهون عاليه لانه بيتعمل من سمنه بلدي، والدهون فيه مشبعه، والدهون دي اصلا كمان بتزود الالتهاب المزمن وبتزود مخاطر امراض القلب. يعني انت لما بتروحي تشتري كحك معمول بالسمنه البلدي بسعر اغلى من الكحك المعمول بالسمنه العادي، انت كده بتدفعي فلوس زياده عشان يجيلك مشاكل في القلب. ده غير الدهون اللي قلت لك عليها اللي جسمك بيخزنها بعد الاكل. طب ليه اصلا الموضوع ده اخطر بعد رمضان؟ لان في رمضان بيبقى فيه صيام طويل وبيحصل بعدها اكل مركز في وقت قصير، فبتتغير حساسيه الانسولين في جسمك. وبعدها تيجي ايام العيد اللي بتبقى مليانه السكريات بشكل عالي، والاكل فيها بيبقى مستمر على مدار اليوم. مع قله الحركه كل ده بيدخل الجسم حاجه اسمها ميتابوليك اوفرلود، واصلا اكلك للسكريات المتكرر بشكل كبير بينشط الانسولين، وده بيعمل مقاومه انسولين. ولما بتيجي تاكل الكحك والبسكوت والحاجات دي كلها في الفتره القصيره دي، دول بيعملوا احتباس للميه، وهتلاقي نفسك خارجه من ال3 ايام بتوع العيد تخنانه، وده بسبب ان في ارتفاع في دهون الدم. فالمفروض بقى حضرتك تعملي ايه؟ مش انك ما تاكليش كحك، القاعده بتقول انك ما تاكليش اكتر من قطعتين بس في اليوم. ده في اليوم كله، مش وانت قاعده في المطبخ تاكلي 2، وانت بتتفرجي على فيلم تاكلي 2، وانت نازله على السلم تاخدي 2. مش مولد هو، ربنا يهد المفتري يا شيخ. هم حتتين طول اليوم بس. وفي حركه جميله كده كلها نوستالجيا بنعملها واحنا بناكل الكحك او البسكوت، هي اننا بنسقف كوبايه شاي بلبن او مع شاي ساده. وطبعا الحاجات دي ما بنشربهاش من غير سكر، فدي اكبر غلطه، بلاش نعمل كده خالص. واهم حاجه في القصه دي كلها انك بعد ما تاكلي تمشي حوالي تلت ساعه عشان تقللي ارتفاع السكر في جسمك. وبلاش ابوس ايدك تحط علبه الحلويات قدامك، هتاكلي منها هتاكلي منها، ده انا لو موجود هاكل منها. انا راجل لعين يا اخي. وبس كده. الاهم من ده كله اللي عنده صلاه يروح يصليها ويعمل لايك وسبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان الفيديوهات الجديده، وما ينساش لو عنده سؤال يكتبه لي في الكومنتات. يلا عيد سعيد.